في 9 نوفمبر 1953 رحل الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود بعد أن بنى دولة مترامية الأطراف. حارب من أجل توحيد كل شبر من بلاده. توفي موحد البلاد إثر نوبة قلبية. هذا باري دولة، مؤسس دولة من العدم. بنى الدولة السعودية من جديد، والتي قامت قبيل منتصف القرن ال18، ثم سقطت بسبب الأطماع الخارجية للدولة العثمانية. كان من رواد رجال الدولة في القرن العشرين. حظي عبد العزيز بإعجاب كل من التقى به. كان تعامله مع الأمور وتحمله لها ملكيا حقا. كان دبلوماسيا ماهرا في منطقة مضطربة تتصارع فيها القوى العظمى، وعايشت حربين عالميتين. الملك عبد العزيز كان هو القائد الأعلى للسياسة الخارجية لدولته. بعد انتصاره في معركة الرياض عام 1902 صار محل اهتمام القوى العظمى آنذاك، وتحاشى الدخول في حروب معها، وتفرغ لتوحيد بلاده ووضع أسس مداخلها وتنميتها. في خريف عام 1924 فرض الملك عبد العزيز نفسه على الساحة العالمية عندما أكمل توحيد معظم بلاده بعد دخول قواته سلما مكة المكرمة، وألقى أول خطاب لشعبه بعد التوحيد. لقد دخلت قواتنا مكة المكرمة ونحن سعداء بما أبدوه من احترام لبيت الله الحرام. كان لابد من اقتحام المكان، وبدلا من تدنيس الأماكن المقدسة وسفك الدماء فيها دخلت قواتنا بسلام. دخل مكة المكرمة وسط ترقب دولي، حيث أن معظم دول العالم الإسلامي لا يزال تحت الاستعمار الأجنبي ومحل صراع بين القوى الكبرى وأطماعها. الملك عبد العزيز متدين إلى أبعد الحدود، فهو يحترم الدين الإسلامي احترام عظيم ويتقيد بتعاليمه. هذا التف حوله الشعب لأنهم رأوا فيه ما يريدون وهو التدين. عندما ضم مكة المكرمة تمهيدا لقيام مملكته كان العالم تحت هيمنة القوى الأوروبية. امتدت إمبراطورياتهم إلى جميع أنحاء المعمور. تلك هي القوى التي كان على الملك التعامل معها في حملته للحصول على الاعتراف بدولته. الدكتور شافي الدامر أستاذ في جامعة الملك فهد، مختص في العلاقات الدولية في عهد الملك عبد العزيز. كان فتح الحجاز بالنسبة للملك عبد العزيز، فتح مكة وجدة، بمثابة البوابة الثانية في داخل جدة. كان هناك في تلك الفترة عندما دخلها الملك عبد العزيز القنصلية للاتحاد السوفيتي، قنصلية لفرنسا، وقنصلية لهولندا وبريطانيا وغيرها من الدول. والآن كان على الملك التعامل مع الدبلوماسيين الذين يمثلون القوى العظمى آنذاك. وببصيرة مميزة ومن أجل التعامل مع هذه الأوضاع المعقدة اختار إلى جانبه مستشارين كانوا يتمتعون بخبرة في السياسة الدولية، مثل فؤاد حمزة من لبنان، وحافظ وهبة من مصر، ويوسف ياسين من سوريا،
والإنجليزي عبد الله فيلبي. لا يوجد في ذلك الوقت في المملكة من هم في مستواهم، وهم من معظم البلاد العربية ومن غير البلاد العربية. أتذكر من بينهم يعني تقريبا من كل الجنسيات العربية، من المصريين، من السوريين، من الفلسطينيين، من السودانيين أيضا، بينهم أيضا من الغربيين أيضا. من خلال هؤلاء المستشارين بدأ سياسة حكومته الخارجية. يوسف ياسين كان أحد المستشارين. يحدثنا ابنه حسان ياسين عن مشاهداته. آخر مرة كنت مع الملك عبد العزيز كنا بنحج في سنة 1951. هذه آخر حجة للملك عبد العزيز. أنا ولدت في سنة 1936 في مكة، فبالتالي معرفتي في مجلس الملك عبد العزيز تبتدي بعد 4 سنين 5 سنين. أول ما دخل الملك عبد العزيز كانت الوالد صار مستشار للملك عبد العزيز، وصار رئيس الشعبة السياسية اللي كانت تجمع كبار المفكرين العرب اللي هم دخلوا المملكة. بدأ الملك عبد العزيز معركته الدبلوماسية للحصول على اعتراف دولي بحكمه. الاتحاد السوفيتي كان أول دولة عظمى تعترف رسميا بحكم عبد العزيز. ففي العشرينيات من القرن الماضي كان الاتحاد السوفيتي لا يزال يعيش أيام الثورة الشيوعية. جمع المؤرخ أليكسي فاسيلييف إرشيفا نادرا من الوثائق والصور في العلاقة بين السعودية والاتحاد السوفيتي. وفكرة أن ستالين كهذه كان بسيطا أن يعرف الاتجاهات السياسية والفكرية والإيديولوجية في العالم الإسلامي ككل، وفي نفس الوقت لتعزيز العلاقات بين الاتحاد السوفيتي وفي نفس الوقت ففي ذلك الوقت الحجاز. أوفد كريم حكيموف وهو تتري مسلم إلى جدة في عام 1924 كمبعوث لستالين. وكمسلم حكيموف استطاع أن يزور ابن سعود في مكة، ولذلك أصبحت الاتحاد السوفيتي الدولة الأولى التي اعترفت بوجود عبد العزيز كملك الحجاز. كان اعتراف السوفييت بالسعودية خطوة أولية ومفيدة. بالنسبة للملك عبد العزيز كان يهمه كثيرا الحصول على تأييد العالم الإسلامي لنظامه. وفي خطوة تتميز ببعد النظر دعا الملك قادة الدول الإسلامية في جميع أنحاء المعمورة إلى حضور مؤتمر في مكة المكرمة. ناقش المؤتمر ولمدة أسبوعين الوضع الجديد، وأشادوا بالأمن والاستقرار في الحرمين الشريفين في عهدهما الجديد تحت حكم الملك عبد العزيز. كان هدفه القادم ليس سهلا، ومثل تحديا كبيرا، وهو انتزاع الاعتراف بحكمه من القوى الاستعمارية في أوروبا. كانت بريطانيا العظمى أكبر قوة في ذلك العصر والمهيمنة في الشرق الأوسط، وكانت مترددة في الاعتراف بالملك الجديد في بادئ الأمر. كتب المؤرخ البريطاني ليزلي ماكلوخلان سيرة عبد العزيز الذاتية الشاملة. كانت بريطانيا قد انتصرت مع أمريكا وفرنسا على الألمان والإمبراطورية العثمانية في الحرب العالمية الأولى، وكان الأسطول البريطاني مثلا أكبر أسطول إطلاقا في العالم. فمما لا ريب فيه أن بريطانيا كانت أعظم قوة عالمية في ذلك الوقت. وكانت الإمبراطورية البريطانية تسيطر على الأقاليم المحيطة بمملكة الملك عبد العزيز.
وقد سبق لبريطانيا أن اعترفت رسميا بحكمه في نجد والإحساء عام 1915، والآن يريد الملك عبد العزيز اعتراف بريطانيا بدولته الكاملة التي تعادل نصف أوروبا. لكن بين عبد العزيز وبريطانيا نقاط نزاع عديدة، منها الحدود مع العراق. بعد فتح جدة أصبح الوضع بالنسبة للعلاقات التعهدية اللي كانت سائدة بين بريطانيا والملك عبد العزيز عام 1915 كانت تحتاج لها إعادة نظر. فالملك عبد العزيز بدأ يتفاوض مع البريطانيين لإيجاد اتفاقية أو معاهدة ثانية. للتغلب على الرفض البريطاني استعان الملك بخبرة أحد مستشاريه الأجانب، وهو الإنجليزي هاري سنت جون فيلبي، والذي اعتنق الإسلام فيما بعد. عبد الله فيلبي عندما عين هنا ممثلا لحكومته كان يعمل لصالح بريطانيا، لكنه بعد ما قابل الملك عبد العزيز مرتين أخذ بشخصيته، تأثر به، فاستقال من حكومته وعمل لخدمة سيده، عمل لخدمة الملك عبد العزيز. وبمساعدة فيلبي انخرط الملك في سلسلة من المفاوضات المباشرة مع السير جيلبرت كليتون، مسؤول الشؤون البريطانية في الشرق الأوسط. يستذكر كليتون في كتاب سيرته الذاتية مواجهة لا تنسى مع الملك عبد العزيز. بعد وصولنا مباشرة زارنا ابن سعود للترحيب بنا، فهو عربي طويل القامة وحسن المظهر، وكامل هيئته تدل على أنه حاكم. كان ودودا جدا ومهذبا وشخصية مميزة، وطالما هو على قيد الحياة ستكون نجد قوة لا يستهان بها في الجزيرة العربية. فشلت الجولة الأولى من المفاوضات، ولكن عبد العزيز لم يكل وواصل محاولاته الدبلوماسية. كان مدركا تماما بأن بريطانيا تلعب الدور الريادي في ضمان الاعتراف بالدولة الجديدة، فكان يحاول بالاستمرار لإنهاء المفاوضات مع بريطانيا بطريقة يعني سياسية. يعني كان دائما يسمي أسلوبه في التفاوض يعني السياسي. وأخيرا وفي 20 من مايو 1927 تم التوقيع على معاهدة جدة، حيث أن بريطانيا اعترفت اعترافا صريح باستقلال وسيادة مملكة الحجاز وسلطنة نجد وملحقاتها، وبالتالي كانت بداية الانطلاق إلى علاقة جديدة بين بريطانيا وبين الملك عبد العزيز في تلك الفترة. حقق الملك عبد العزيز هدفه، أخيرا اعترفت به بريطانيا، بل وزودته ب4 طائرات للدفاع عن بلده. وفي السنوات القليلة التي تلت حصل عبد العزيز على اعتراف القوى الأخرى، بينها هولندا وألمانيا وإيطاليا. وفي عام 1931 اعترفت الولايات المتحدة بحكم عبد العزيز، وتبعتها ما تبقى من الدول العربية والأجنبية. في سبتمبر 1932 توج الملك عبد العزيز جهوده معلنا رسميا عن المملكة العربية السعودية كدولة تقوم على القرآن والسنة النبوية. حارب عبد العزيز 30 عاما، وحد دولة مساحتها أكثر من 2 كيلومتر مربع، وفي الواقع صار ملكا على واحدة من أفقر دول العالم. قرر أن يبدأ معركة جديدة لدعم دولته. في عام 1932 وفي أوج الكساد الذي عم العالم، أرسل الملك مبعوثه للشؤون الخارجية إلى عواصم الدول الأوروبية بحثا عمن يقرضه المال. الموقف الاقتصادي للمملكة العربية السعودية كانت على وشك الكارثة.
يعني البلاد أصبحت على وشك الجو الشامل. لم تحظى السعودية بدعم من عواصم الغرب بسبب الحالة الاقتصادية السيئة التي كان يمر بها العالم. أخيراً طرق أبواب موسكو. كان السوفييت مرحبين ومجاملين، لكنهم أيضاً كانوا في ضيق اقتصادي شديد. الاتحاد السوفيتي الذي أصبح تطوير الطاعونيات في القرية مدمر لزراعة روسية، والاتحاد السوفيتي كان نفسه على وشك الجو الشامل، وطبعا لم يكن إمكانية لروسيا أي قروض. لم يمنحه السوفييت أي مساعدة مالية، لكنهم قدموا هدية قد تبدو الآن غريبة. أول شحنة من البضائع السوفيتية التي وصلت إلى جدة كان شحنة من كيروسين، وقد صدر الاتحاد السوفيتي كيروسين إلى العربية السعودية. بعد هدية البترول استمرت العلاقة الجيدة مع الاتحاد السوفيتي إلى أن استدعي القنصل كريم حكيموف من جدة إلى موسكو في عام 1937. وأحد من الموظفين للسفارة الروسية في جدة قد أرسل إلى البوليس السري في ذلك الوقت الجواب السري ادعى فيها أن حكيموف كان جاسوسا. مع الأسف الشديد قبضوا عليهم، وبدون المحكمة الحقيقية أخذوا القرار لإعدامه. كان ضحية عمليات الإعدامات الشهيرة التي قام بها ستالين، إذ تم قتل ونفي الملايين من المواطنين السوفييت. أعدم حكيموف ولم يرسل إلى جدة دبلوماسيا محله. فقد الشيوعيون السوفييت اهتمامهم بالسعودية. وعودة إلى 1932 بقي الملك في ضائقة مالية خطيرة، وبعد عودة الوفد من أوروبا خالي اليدين لم يبق له سوى الحج مصدر الدخل الوحيد. أدرك عبد العزيز أهمية التكنولوجيا الغربية، وكان يستخدمها في كل المجالات حتى في تصويره وهو يستقبل الحجاج. السلام عليه بالهدى ودين الحق وعلى الدين كله ولو كره المشركون، وصلوات الله وسلامه عليه بإخلاص العبادة لله وحده ونبذ عبادة غير الله. زادت الأمور قسوة على الملك، حيث أن الظروف الاقتصادية السيئة التي كان يمر بها العالم بأسره تسببت في خفض عدد الحجاج من 100,000 حاج إلى 20,000 فقط، وتأثر دخل البلاد إثر ذلك لسنوات لاحقة. في خطوة طموحة ستغير تاريخ البلاد، قرر عبد العزيز أن ينحى منحا مختلفا. قرر أن يفتش عن أي ثروة معدنية تكون هي المنقذ من الأزمة. ونحن كما تعلمون إن أقصى أمانينا أن ينال العرب ما يصبون إليه من حياة سعيدة وعيش رغيد. إننا كنا وما زلنا نسعى إلى ذلك، ولن ندخر في هذا الشأن جهدا إن شاء الله. ومرة أخرى استعان بالخبرات الأجنبية لاكتشاف ما تخبئه الرمال السعودية. اكتشف الغربيون النفط في إيران قبل 20 عاما، لكن فشلت محاولة السعودية عام 1923 في استقطاب اهتمام شركات النفط الغربية. وفي عام 1931 دعا الملك عبد العزيز جيولوجيا أمريكيا يدعى كارل تويتشر ليجري مسحا لبلاده. في بادئ الأمر فتش عن الذهب والماء، لكنه وجد في صحراء الإحساء دليلا على احتمال وجود نفط. حتى لا يصطدم بالإنجليز أعظم قوة في المنطقة حينها،
عرض الملك عليهم الخيار الأول لشراء امتياز التنقيب، فأرسل مبعوثه إلى بريطانيا. بعض الموظفين الكبار في شركات النفط البريطانية كانوا يشكوا في إمكانية العثور على آبار النفط في المنطقة، وخصوصا في النجد. لم يصدق الإنجليز احتمال وجود النفط، لذا رفضوا عرض الملك عبد العزيز، فضيعوا بذلك شراء امتياز أكبر نفط في العالم. وفي بارقة أمل في عام 1932 اكتشف الأمريكيون النفط في البحرين. في الخليج العربي وفي جزيرة العرب تغير كثيرا بعد اكتشاف النفط على جزيرة البحرين. فالشركات النفط الكبرى كانت أصبحت يعني تركز على هذه المنطقة المحدودة جدا بكل اهتمام. وفي خطوة رائدة حث عبد العزيز مواطنيه على المساهمة في استخراج النفط. في عام 1923 خاطب حتى السعوديين المهاجرين في العراق يحثهم على الاكتتاب في شركة النفط بجنيه إنجليزي للسهم، لكن لم يهتموا أو لم يصدقوا بوجود النفط، إلا أن الملك كان على يقين أن النفط موجود وهو مفتاح المستقبل. بإصرار دعا شركة ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا الأمريكية وشركة بترول العراق ومقرها لندن إلى التنافس على العطاء للتنقيب عن النفط. في 29 من مايو 1933 أعطى الملك تعليماته لوزير ماليته أن يعقد صفقة مع الشركة الأمريكية ستاندرد أويل. وكما يستذكر القصة لاحقا مترجمه محمد المانع: قال عبد العزيز لوزيره سليمان: توكل على الله ووقع. أعطى الامتياز شركة ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا حقوقا حصرية للتنقيب عن النفط في الإحساء، وبالمقابل وافقت شركة النفط على إقراض السعودية 50,000 جنيها من الذهب، وإذا اكتشفت النفط تدفع 18 سنتا لكل برميل تستخرجه. كان موقف الملك عبد العزيز تجاه الأمريكان بأنهم رجال أعمال، بأنهم يراعوا المصالح التجارية قبل أي شيء آخر، فما كانوا يهتمون باعتبارات استعمارية. أمريكا لم تكن تمتلك مستعمرات في العالم العربي، ولم يوجد يعني خوف من إمكانية مستعمرات أمريكية في المنطقة. في ذلك الخريف بدأ أول فريق أمريكي بالحفر حول الظهران، ولم يكتشفوا شيئا لمدة 4 سنوات. آخر من بقي على قيد الحياة من رواد التنقيب عن النفط وجدناه يعمل الآن في شمال كاليفورنيا. نستر ساندر البالغ من العمر 97 سنة قاد فريقه للتنقيب عن النفط السعودي في أواخر الثلاثينيات من القرن الماضي. كانت الشكوك تنتاب شركة سان فرانسيسكو المقر الرئيسي لستاندرد أويل أوف كاليفورنيا، وكانت تستعد لوقف المشروع وإسدال الستار عن كل شيء. لا نتيجة بعد، ودب اليأس في نفوس الجيولوجيين. وفي محاولة الحفر الأخيرة في بئر رقم 7 في الدمام حفروا مئات الأقدام أعمق مما كانوا يحفرون عادة. في 3 من مارس عام 1938 حدثت معجزة وتفجرت الأرض نفطا. يتذكر قائد التنقيب ساندر بوضوح الزيارة التاريخية التي قام بها الملك عبد العزيز إلى مقر شركة النفط في الظهران.
مساء يوم 30 من مايو عام 39 كان يسود على المخيم شعور بالبهجة والذهول عندما علمنا بزيارة الملك ليفتتح صمام أول شحنة من النفط الخام ذاهبة إلى أوروبا. في تلك الليلة تناول الملك العشاء مع 40 من الموظفين المحليين، وبعد العشاء دعانا إلى مصافحته فوقفنا في طابور، وعندما جاء دوري صافحته وأحسست أنه شد يدي بقوة. كان تعامله مع الأمور وتحمله لها ملكيا حقا. وفي اليوم التالي من زيارة مقر الشركة ذهب الملك لمشاهدة ثمار جهوده حيث يضخ النفط من الأرض. اكتشاف البترول وجاء الملك عبد العزيز، وأول ما جاء جنب البير كان ريحة السلفر ريحة خايسة. قالوا ايش الريحة دي؟ فقالوا له هذا ريحة البترول. قال كانت رائحة النفط تمثل رائحة الأمل. بمساعدة البترول قد يستطيع الملك الآن أن ينتقل ببلاده إلى العالم الحديث، لكن ليس بعد، فالأخبار السيئة كانت على الأبواب. في الحلقة المقبلة سنتعرف على ما خباته الأقدار للملك عبد العزيز من نشوب الحرب العالمية الثانية. كانت القوات الألمانية في تلك الأثناء على مشارف الإسكندرية، نحكي عن 70 كيلومتر فقط. المعادلة تنقلب. مواجهته قرارات مصيرية مثل الانحياز إما لدول المحور أو دول الحلفاء، وكيف نجح في تجنيب بلاده ويلات الحرب التي طالت العالم أجمع. كان أمام أصعب خيار في حياته السياسية، والمرور بأسوأ كارثة جفاف وفقر تهدد دولته، وكيف قاد تحالفه مع القوة الناشئة آنذاك أمريكا إلى تحويل اكتشاف البترول إلى صناعة. كنت في السعودية خلال مد خط أنابيب التابلاين، كان مشروعا ضخما جدا. رسمت هذه الصناعة الخطوات الأولى على طريق تنمية وبناء دولته الحديثة.